ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة، والنهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وبعد فترة طويلة. أول حاجة هنعملها مع بعض طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة ريفية الجميلة اللي كلنا متعودين عليها، بس المرة دي ليها تكات حلوة جدا وهتطلع في منتهى الجمال. وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. احنا هنبتدي ببركة بسم الله. معانا كيلو دقيق، ومعانا سمنة، ومعانا زبدة، وعليهم شوية زيت. عايزين تخلوها كلها بالزبدة ماشي، بالسمنة ماشي، حسب الاختيار اللي انتوا عايزينه. ومعانا ذرة ملح. وهوريكم احنا هنعمل ايه. اول حاجة هبتدي انخل الدقيق بالشكل ده كده، وهوريكم برضو الكيلو دقيق دوت هيطلع لنا كام فطيرة. عارفين انتوا بقى الفطير المورق الفلاحي دوت، يا على جماله بالسمنة البلدي، بيبقى جميل جدا كده. احنا خلطنا الدقيق. طبعا احنا هنا حطينا كيلو دقيق، هننزل بذرة ملح دي بس سنة عشان، ومعانا 3 معالق كبار بالشكل ده سكر بالطريقة دي. معانا شوية بيكنج باودر، طبعا بتاع معلقة صغيرة مش كبيرة بالشكل ده. وهنبتدي بقى نعجن العجينة بتاعتنا، وهوريكم برضو معيار العجينة. هنعمل المعيار المية، هنشوف هتاخد معاكم قد ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة المية دي دافية، انا بقلب كل المكونات الجافة في بعض الاول بالشكل ده كده، وببتدي انزل بالمية. اهم حاجة بننزل بيها حبة حبة بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين المعيار اهوت بتاع الكوباية. ببتدي انزل بالكوباية التانية كده لحد دلوقتي هي واخدة مننا كوبايتين. هنعجنها وهنشوف هتعوز مننا مية قد ايه. هنزل الكوبايه التالتة، ما خدناهاش كلها، احنا بنبتدي بقى نحط شويه شويه على ما العجينه تلم معانا. اهم حاجه في الفطير ان احنا نعجن جامد، يعني عايزين صحه كده حلوه، ونبتدي نعجن مع بعض. العجينه طبعا كل ما بتعجنيها كل ما بتبتدي تديكي مطه حلوه جدا، وبتطلع النتيجه معانا حلوه. هنعجن العجينه وهوريها لكم. بصوا هي كده خدت كوبايتين ونص ميه بالشكل ده، بس بصوا اهي، بصوا العجينه. طبعا بعد كوبايتين ونص ميه انا حطيت يا دوبك حبه صغيرين كده لبن عشان تديها طراوه. شايفانا بصوا عامله ازاي العجينه اهي، ولا هي ناشفه ولا هي طريه، وما بتلزقش في الايد بالشكل ده. هنبتدي دلوقتي نشكلها مع بعض معاكم وهرجع لكم. كده ادي العجينه حطيناها على الرخامه. هنبتدي بقى ايه نشكلها معاكم. بصوا كده تتقطع كور بالشكل ده. هنعمل الكور كلها متساوية. اهو كده هنشكل الكور كلها بنفس الحجم دوت وهرجع له. هنا كده احنا عملنا 13 كورة، في واحدة هنقسمها على 7 وواحدة هتبقى على 6. كده احنا هنعمل فطيرتين بالشكل دوت، وهوريكم. احنا دلوقتي هنسيبها بس تريح شوية، وهوريكم واحنا بنبططها هتبقى عاملة ازاي. طبعا احنا هنا كده غطيناها باسترتش عشان ترفع شوية. لازم نمشي معاكم خطوة خطوة عشان يبقى فيه مصداقية بالطريقة دي.
هتسيبها ان هي تريح شويه كده. هنعمل هنا كده العجينه خمرت معانا بالشكل ده. بندهن صينيه بالسمنه. طبعا دي اللي في الفخار دي سمنه، واللي في الطاجن التاني دوت زبده. بصوا بنشكلها كده. بصوا لما سيبناها ان هي تريح بتفرد معانا بسهوله. لو اتقطعت مننا ما يهمكوش اي حاجه، احنا كده كده هي بتتعالج معانا لان احنا بنقفلها. بصوا بنرققها كده بالطريقه دي. بس طريقتها سهله جدا وجميله هتعجبكم. طبعا حاجه نفطر بيها الصبح، وحاجه طعمها حلو ومضمونه وعاملينها بايدينا. بصوا احنا هنا بعد ما بططنا واحده كده بالطريقه دي سيبناها مركونه. هنرجع بقى نبطط في الصينيه اللي هي التانية دي ونفرد. طبعا دي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها الفطيره وهندخلها الفرن على طول. هنفردها بالطريقه دي كده. احنا ماشيين معاكم واحده واحده عشان تعرفوا هي بتتعمل ازاي. من السمنه. بصوا هنا كده بندهن هنا بالسمنه بالشكل ده كده، واللي احنا عملناها بناخدها وبنفردها على التانية بالطريقه دي. بصوا كده عامله ازاي. ونفس النظام برضو اللي هي دي هندهنها برضو بالسمنه، وهنرجع نبطط دي ونحطها عليها هكذا لحد ما نخلص الفطيره بتاعتنا. دي كده تالت كوره. بصوا زي ما قلت لكم ما بين كل حاجه وما بين كل راق والراق بنحط شويه سمنه، ونبتدي نرجع ندهن الفطيره التانية نبططها بالشكل ده كده. وهنرجع برضو نحطها لحد ما نكمل ال7 فطاير بالشكل ده، يعني 7 كور. دي هتدينا فطيره. هنخلصهم كلهم وهرجع لكم. هنا دي بقى اخر كوره معانا هنحطها عشان هوريكم خطوه خطوه احنا عملنا ايه. الطريقه دي على فكره هتعجبكم جدا وسهله لاي حد ان هو يعملها. ان احنا بنبطط كل فطيره وبنحطها رقات على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بعد كده هنبتدي نلمها كده اهو. شايفين ازاي؟ ونعملها نظام كوره بالطريقه دي كده اهي. بص المنظر يا عالجمال. احنا كده هنسيبها تريح بتاع 10 دقايق بالظبط، وهنبتدي نفردها في الصينيه وهنعمل الفطيره التانية وهنرجع لكم تكون دي ريحت. بصوا هنا كده بعد ما سيبناها ريحت دهنا سمنه في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها وبنفرد بالطريقه دي. والطريقه دي هتعجبكم ان انتوا بتحطوها رق على رق كده. هتسهل معاكم جدا ان انتوا تفردوا العجينه. طبعا الكيلو دقيق هو خد ربع كيلو سمنه عليهم بتاع ربع كوبايه زيت. يعني انتوا بتحطي على ربع كيلو سمنه. دي طبعا انا عاملاها بسمنه عاديه، بس الوش بتاعها هدهنه بزبده، ولو ما فيش زبده هتدهنيها عادي برضو بالسمنه. اهي بصوا بتتفرد معاكم ازاي بكل سهوله. ليه؟ لانها ريحت معانا، يعني سيبناها خدت الوقت بتاعها. وهتاكلي احلى فطير وهتدعيلي.
بصوا فردناها عملت ازاي، يا لهوي على الجمال. بعد كده معانا الزبدة اهي، ونبتدي ندهن وشها بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نكون مولعين الفرن والشواية مع بعض. نسيب الفرن قبلها بربع ساعة كده او ب10 دقايق يسخن، ان هي لازم الفطير بالذات بيحب درجة الحرارة العالية. اهي هدخلها الفرن وهوريها لكم بعد ما هتطلع شكلها عامل ازاي. طبعا انا المنظر ده محبتش افوته عليكم. بصوا الفطيرة، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، يا ولا يا ولا. طبعا هي كده لسه ما استوتش، اما تستوي هوريها لكم. وهنا كده بعد ما خرجت بصوا الشكل، بصوا الجمال. طبعا هي لسه سخنة، بصوا قلبها من تحت عامل ازاي، بصوا. ودي احنا عاملينها في الفرن تحفة. بصوا مورقة ازاي، بصوا الشكل، سامعين الخرفشة بتاعتها ومن جوه طرية. بصوا طبعا انا هنا نقلتها في صينية تانية. بصوا منظر الفطيرة، بصوا من جوه مورقة وجميلة. جربوا الطريقة دي، طعمها بجد والله تحفة تحفة تحفة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو والطريقة بتاعتي تعملوا لايك واشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. معاكم منوعات من هوبة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.